بيقول أنا هتجوز كمان شهرين. في الأول خطيبتي وأهلها كانوا كويسين معايا جدا ومع والدتي، عزومات وكلام حلو ومعاملة طيبة جدا. والدتي عندها أنا وأختي متجوزة بره مصر، يعني ملهاش غيري في مصر. كنا متفقين وده كان شرط أساسي قبل الخطوبة، إن والدتي معايا لآخر يوم في عمري، وهم موافقين على ده ومرحبين كمان بيه. دلوقتي بقى حماتي بتفتح مواضيع: خدوا شقة جنب شقتكم لوالدتك، أو حاول تكلم أختك والدتك تروح عندها هناك. رغم إننا هنقعد في شقة أمي، عاوزين يوزعوها. وكمان معاملة خطيبتي لأمي بقت جافة جدا، وبتحاول تقلل منها أكتر من مرة ومش معبراها خالص. أنا دلوقتي مش مطمن خالص. ونسيت أقول لكم حاجة كمان مهمة، ودي فعلا حاجة مهمة كمان جدا، إن والدته من أصحاب الهمم، ما بتسمعش وبتتكلم خفيف جدا. هو بدأ يبقى جواه نوع من القلق من الجوازة. رأي حضرتك إيه؟ يعني أنا شايف لا، يشوف حد تاني. أنا ما رضيتش أقول كده. لا، يشوف حد تاني، إيه المشكلة؟ يشوف حد تاني يرضى بهذه الحالة. لأنك أكيد لأن مش هتسيبها. بالضبط. يعني في كل الأحوال أكيد مش هيسيبها. خالص. وكمان وما يقدرش دلوقتي يسيبها. هي كمان في سبب تاني، إن هي نعم. من ذوي الهمم. نعم. يعني لا. احنا بنقول إنه برضو من ضمن تعرفي الحاجات يعني. حضرتك لو هي فيها قوة في خمسينات ستينات بس شديدة، تقدر تخدم نفسها نقول له وتتحرك. ممكن معلش هتتعب شوية، أجر لها شقة جنبك، لأن الأصل إن إن الزوجة تبقى الشقة بحريتها. تبقى في مسكن، الزوجة في مسكن مستقل. أما بهذه الطريقة لا، نقول له ودي والدتك فيه، ده هو العائل الوحيد ليها، هو الراعي الوحيد ليها. كمان فلذلك عمرك حضرتك ما يعني مش هيقبل شوف أبدا حد إن أمه بالضبط. تتهان أو إن بالضبط. شوف تتعامل حد معاملة من الآن، سيئة. لأن يعني وضحت بعض البشائر أو بعض الأمور اللي بتقول إن هي مش هتتحمل الوالدة، عشان ما نقعش بعد كده تتجوز وتخلف وبعد كده يحصل لا قدر الله شيء للوالدة، تضطر حياتك تفشل. مش عايزين نعذب أطفال معانا. صحيح. فالآن من الآن شوف حد، ومش لازم واحدة على فكرة، ممكن يشوف إنسانة مطلقة تتحمل هذه الحالة. يبقى في كده. حتى شوف سيدنا جابر ابن عبد الله، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتجوزت، قال له تزوجت. قال له اتجوزت يعني اتجوز، كان ابوه سايب له بنات اخواته، فراح يعني تزوج واحده مش بكر. ليه تزوج واحده مش بكر؟ لان لو جاب واحده حديثه السن، بنت، هم بنات، هيقعدوا بنات مع بعض، ممكن يتخانقوا مع بعض، يتضايقوا مع بعض. نختار واحدة تشيل معاه واحدة المسؤولية تبقى وتربي. على خبرة في الحياة، تستطيع انها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعبه بكلمة، قال هلا بكرا. الشاهد من الكلام ان هو انت ادرى بحالك الان. صح. فلما يعني شوف انسانة مطلقة، شوف انسانة تبقى كبيرة شوية تعقل يعني ايه ويعني ايه من صاحبة الهمم، يعني ايه محتاجة ابنها جنبيها ما يقدرش يسيبها. وربنا ان شاء الله يعينك على هذا. امين يا رب.